عايزك تتخيل معايا كده إنك ماشي في المحيط الأطلسي وفجأة بتلاقي سفينة عملاقة بتجري لوحدها، بتقرب منها ما بتسمعش صوت، مفيش رد، بتطلع عليها بتلاقي إن السفينة سليمة جدا، الأكل لسه على الترابيزة وفي خزنة القبطان فيه فلوس وحاجات غالية، لكن طاقم السفينة كله اختفى. ودي مش قصة من الخيال العلمي، دي حكاية سفينة مارس ليست، أشهر سفينة أشباح في تاريخ البشرية. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. القصة بتبدأ قبل الحادثة بمدة طويلة. السفينة مارس ليست اتبنت سنة 1861 في كندا، وكان اسمها الأصلي أمازون. السفينة دي كانت معروفة بالنحس أو اللعنة. أول قبطان ليها مات بعدها ب3 أيام. السفينة تعرضت لحوادث وحرائق كتير لدرجة إن ناس كتير رفضت تشتغل عليها، لكن في سنة 1872 السفينة اتباعت واتجددت واتغير اسمها المارس ليست. القبطان الجديد كان اسمه بنيامين، وهو قبطان محترم ومتدين وكان مشهور بالمهارة والخبرة. بنيامين صمم ياخد مراته سارة وبنته الصغيرة صوفيا عندها 2 معاه في الرحلة. السفينة كلها كانت مكونة من 8 بحارة من نخبة البحارين، والسفينة دي كانت آمنة جدا ومحدش كان بيشك في قيادة بنيامين. وفي يوم 7 نوفمبر 1872 مارس ليست طلعت من نيويورك متجهة لجنوة في إيطاليا. كانت السفينة شايلة حمولة ضخمة ومهمة جدا، 1701 برميل من الكحول الصناعي النقي. وبعد حوالي شهر في يوم 4 ديسمبر 1872 سفينة اسمها جراتيا كانت معدية بين جزر الأزور والبرتغال. قائد السفينة دي كان القبطان ديفيد، واللي كان صديق شخصي للقبطان بنيامين. ديفيد لاحظ السفينة ماشية بطريقة غريبة جدا وشراعها مقطوع جزئيا. لما قرب اكتشف إنها مارس ليست. مارس ليست كانت بتجري لوحدها من غير قبطان وكل ألواحها الخارجية سليمة. ديفيد وقتها بعت الطاقم بتاعه عشان يفحص السفينة، واللي اكتشفوه جوه هو اللي حول القصة اللغز. السفينة سليمة جدا، مارس ليست كانت ماشية بشكل طبيعي وفيها شوية مية في القاع بتاعها، وده طبيعي في أي سفينة شراعية، لكنها كانت سليمة وقادرة على الإبحار لمسافات طويلة. أما اللي كان مش طبيعي والكابوس الحقيقة كان في أوضة الأكل بتاعهم. كان في وجبة مش كاملة على الترابيزة، زي ما يكون الطاقم كان بياكل وفجأة في لحظة واحدة قاموا وسابوا الأكل ومشوا، ومفيش أي إشارة لمشكلة أو فوضى. أما الحمولة بتاعت مارس ليست اللي هي الكحول كانت في مكانها. صحيح إن في 9 براميل فاضية، لكن مفيش أي دليل على انفجار أو حريقة كبيرة. قيمة الحمولة كانت ضخمة جدا، وده بينفي نظرية القرصنة، لأن القراصنة كانوا هياخدوها. وفي خزنة القبطان بنيامين لقوا كل الفلوس والمجوهرات والأوراق الشخصية اللي بتخص المركب، ولو كان في قراصنة أو تمرد من طاقم السفينة ما كانوش هيسيبوا كل ده. وعلى الرغم من إن كل شيء كان سليم، كان في أدلة مش موجودة بتدل على إن الطاقم ساب السفينة بإرادته، بس في حالة فزع. قارب النجاة، القارب الوحيد اللي موجود في السفينة، طلع مش موجود، وده دليل قاطع إن ال10 أشخاص القبطان وعيلته والبحارة ركبوا القارب ده وهربوا. طب نيجي لحاجة كمان، أدوات الملاحة اللي بيستخدمهم القبطان لتحديد الموقع كانوا مش موجودين في غرفة القيادة. ده معناه إن بنيامين أخد أدواته الغالية معاه عشان يخطط للنجاة لما مشى من السفينة. كمان لقوا في سكينة متلوثة ببقع غريبة، لكن التحليل أثبت إنها مش دم بشري، رغم إن في تقارير كتير جدا حاولت إن هي تخليها زي جريمة قتل. تحقيق لما اتفتح في جبل طارق وقتها عجز عن انه يوصل لحقيقة اللي حصل. ظهرت نظريات الجريمة زي مثلا التمرد، هل البحارة تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعيلته وهربوا؟ ولو ده حصل مفيش اي دليل على صراع. وكمان القبطان بنيامين كان محبوب جدا. والحقيقة في نظرية تانية رغم ان هي مستحيلة، وهي القرصنة، لان القراصنة ما اخدوش اي شيء غالي، ولا الحمولة ولا الفلوس، وده اللي بينفي النظرية. العلماء بدأوا يركزوا على الكارثة المفاجئة اللي ممكن تخلي طاقم خبير يسيب سفينة سليمة ويمشي، زي مثلا زلزال بحري. وده بيخلينا نسأل، هل مثلا حصل زلزال بحري مفاجئ ضخم ضرب السفينة فجأة وده عمل موجة من الفزع، فقرر القبطان انه يمشي مؤقتا في قارب النجاة، وبعد ما الموجة عدت السفينة كملت طريقها عادي لوحدها وهم انفصلوا عنها؟ طيب في نظرية تانية، ودي الصراحة نظرية أقوى شوية، بتقول إن الكحول الصناعي اللي كان على السفينة كان في براميل خشبية. الحرارة ممكن تكون سببت تسرب وغازات متطايرة قابلة للاشتعال. النظرية بتقول إن انفجار صغير جدا أو حتى صوت عالي شوية ممكن يكون نتج عن الغاز ده خلى القبطان بنيامين يفتكر إن السفينة هتنفجر في أي لحظة. فبنيامين أمر الطاقم بالركوب في مركب النجاة كاحتياط مؤقت، وربطوا المركب بالسفينة بحبل، لكن تيار قوي أو موجة عالية فصلت الحبل ده فجأة. السفينة سليمة وكملت طريقها، لكن الطاقم في قارب النجاة ضاع في عرض البحر. الحقيقة إن مارس ليست هي اللغز الأبدي اللي مش هيتنسي، هي مثال للسيناريو الأسوأ، إن الشيء ينجو وصاحبه لأ. ولكن اللغز الوحيد اللي يحير، إيه الشيء المفاجئ المفزع اللي خلى 10 أشخاص بما فيهم عيلة القبطان يفضلوا مركب نجاة صغيرة على المحيط الكبير بدل من وجودهم على سفينة كبيرة وسليمة؟
الحقيقة أنا شايف إن الموضوع مش قرصنة أبدا، لأن بمنتهى البساطة الحاجة فضلت موجودة بالفعل على السفينة، سواء متعلقات شخصية أو حمولة السفينة نفسها. ممكن يكون اللي حصل، وده منطقي جدا، إن فعلا يكون حصل زي موجة ضخمة سببت ليهم فزع، واستخدموا مركب النجاة وربطوها بالسفينة، وقوة الموجة قطعت الحبل وضاعوا في المحيط. لكن الموضوع بعيد شوية عن أشباح وعن لعنة في السفينة. اكتبوا لي رأيكم.